السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة إن شاء الله هنكمل سلسلة الحروف الأولى للغة العربية. مش هنتأخر معاكم في الفيديو، هنبدأ كده نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق. نقول بسم الله. المرة اللي فاتت احنا وصلنا لغاية حرف الطاء والظاء، وعرفتك المرة اللي فاتت ازاي تعملي له تمارين صغيرة وخفيفة كده، ان هو برضك تنمي مهاراته اللي هي ازاي نميز الحرف المختلف، يكمل الحروف الناقصة، يوصل الحروف ببعضها، واخر حاجة ان هو يختار الحرف اللي بعد الحروف، اللي هو بعد ما هو يقراها يختار الحرف اللي بيجي بعديهم. النهاردة ان شاء الله هنكمل بقى. تكتبي من اول فوق كده، اكتب تراجعي بقى على القديم كله من الالف ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ. وخلاص كده عملتي ايه الاشكال اللي هو هيكتب فيها، الدوائر اللي هو هيكتب فيها. يبدأ بقى من غير زي ما انا قلت لك، من غير ما انت تقولي له اكتب حرف الالف، اكتب حرف الب، اكتب حرف الت، لا تعمليش كده، علشان هو المفروض يكون هو اللي عارف الحروف بتاعته. يبدأ بقى يكتب ألف ب ت، ويقرأ وهو بيكتب س ج ح خ د ذ ر ز سين شين صاد ضاد ط ظ. بعد ما يكملهم ويكتبهم صح تقولي برافو عليك يا حبيبي، وتديله ايه نجمة. وما تنسيش ان انت تعملي له املا من غير ترتيب، املا من غير ترتيب، وما تكتريش عليه، يعني 6 دواير. تمام. قولي له بقى تمليه اي حرف. يلا اكتب حرف الراء، اكتب يلا حرف السين، اكتب يلا حرف الظا، اكتب الالف، اكتب الت، اكتب مثلا الذال. خلاص كتبهم صح، برافو عليك يا حبيبي. ما كتبهمش في حاجة حرف غلط فيه، مش مشكلة، ننزل بيه عمود لغاية لما يحفظه. تمام كده. بعد كده هنبدأي تعملي له تمرين صغير كده، علشان يعني ايه تحببيه ان هو عمل صح وكتب الحاجات بتاعته صح، تديله بقى عليه مكافأة بعديها. اي تمرين من التمرينات اللي انا وريتها لك المرة اللي فاتت. نكمل الحرف الجديد. عين. العين بنعملها ازاي؟ بنعمل كرش كده زي حرف الجيم والحاء والخاء، وبعد كده بتروحي تقولي له طلع سنه من هنا صغننه وبعدين سنه كده، يبقى دي اسمها عين. نعملها تاني كده وكده وكده، يبقى دي اسمها عين. في عيال بقى ما شاء الله عليهم ممكن تقول لهم اعمل كده واعمل دايره من فوق صغيره، يعملها صح كده، صح كده صح. تمام. ادي حرف العين كتبها وحفظها. خلاص ادخل على الحرف الجديد على طول، اللي هو حرف الغين، اختها زي ما احنا قلنا لك المره اللي فاتت. هنعمله برضو الكرش كده، وتعملي خط كده وكده. الناحيه التانية اعملي كرش كده وتعملي خط كده وكده، وتروحي تحطي له النقطه، تقولي له دي بقى اختها اللي على راسها نقطه. تاني ممكن في طفل يعمل لك صغننه كده حته صغيره وبعدين يعمل الكرش كده، برضو صح. الاتنين صح، ودي الاصح طبعا. بعد كده خلصنا حرف العين والغين. ما تنسيش تعملي الاتنين مع بعض في عمود، يعني تكتبي العين والغين زي ما شرحت قبل كده. ف. ادي الف بنعمل دايره كده الاول اهي، وتشد خط من هنا وبعدين تقفلها كده يا حبيبي. ادي دي اسمها ف. نعملها تاني دايره كده وتشد خط وتقفل كده. ف. تاني دايره وانزل بيها على طول. لو هو بياخد الحروف بقى الحساب ان شاء الله، تروحي تقولي له شبه التسعة، تروح تعملها كده وتبقى دي اسمها ف.
خلصنا حرف الف، ندخل على حرف القاف. برضو دي اختها، نعمل دايرة كده وننزل بيها ونحط نقطتين جنب بعض. قاف نعملها تاني دايرة ويشد خط من تحت ويقفلها، يبقى دي اسمها قاف. قاف. وبرضك ما ننساش نكتب الحرفين الاتنين دول مع بعض في حصة تانية او في يوم تاني علشان خلاص يربطهم مع بعض. وممكن تكتبي له عين غين ف قاف عشان يبقى عارف التسلسل بتاعهم. بعد كده هندخل على حرف الكاف. الكاف ليه موضوعين، اول الكلمة تمام وفي اخر الكلمة. لازم تكتبي له وتعرفي له الفرق ما بينهم هما الاتنين بتتكتب ازاي. حرف الكاف بيتكتب كده شرطة وبعدين نقفل كده ونعمل من جواها الكاف الصغيرة اهي كده كده تمام. اللي جوه دي مش همزة، اسمها كاف صغننة، واللي بعديها بنعمل شرطة مايلة كده يا حبيبي، ودي الكاف بقى اللي بنكتبها في اول الكلام. سهل خالص، نعملها له على عمودين بس. تاني هتكتبي له الكاف كده، هتعملي واحد كده وتنزل خط وتعمل كده وترفع سنة صغننة وتكتب من جوه خط صغنن كاف صغننة، يبقى دي اسمها الكاف اللي في اخر الكلمة. الكاف اللي في نص الكلمة او في اول الكلمة بتتكتب كده شرطة وتنزل بيها وتعمل شرطة لورا، يبقى دي اسمها كاف. ما تنسيش ان انتي تكتبي له بقى، تفرقي له الف القاف وتخلي صوت القاف كده تخين وهو بيقوله ف قاف كاف كاف كاف. خلاص. وتعملي له برضو الاملاء اللي هو يكتبها من اول حرف مثلا السين لغايه حرف الكاف. مش لازم تعملي له املاء من اول الالف، يعني مش لازم ان انا اعمل للطفل بقى يعني زي ما انا هقول لك كده دلوقتي اهو. اكتب من اول حرف السين لغايه حرف الكاف، فانت تكتبي له كده سين شين صاد ضاد ط ظ عين غين ف قاف كاف. خلاص. وتعملي الاملاء من غير ترتيب زي ما قلت لك، ما تكتريش عليه، هما 6 بالظبط. خلاص. يكتبهم صح، برافو عليك يا حبيبي. خلاص كمل معايا. في بقى تمرين النهارده احنا لازم نعمله. التمرين ده بيتكلم عن ايه؟ اكتب التالي. خلاص انا عندي الطفل بقى ممتاز، خلاص هبدأ بقى اكتب له الحروف وهو يقول لي ايه الحرف اللي بيجي بعديه. التمرين بقى ده خفيف برضك، يعني مثلا قولي له كده بعد حرف الب بيجي حرف بعديه اسمه ايه، بعد حرف السين بيجي ايه، بعد حرف الدال، بعد حرف الت، بعد حرف الط، طب بعد الف، طب بعد الجيم. ده تمرين، هو بقى يبدأ يروح يحلها لك، يقولك بعد الب ت، بعد السين شين. مش لازم تقولي له بعد، برضو ممكن تقولي له دال زال ت س ط ظ ف قاف جيم ح. هو كتبهم صح، برافو عليك يا حبيبي. برضك ما تنسيش تديله ايه نجمه كده وتقولي له برافو عليك، نجمه بتضحك ايه علشان انت ولد شاطر او انت بنوته شطوره بتعرفي تحلي الحاجات دي بسرعه. تعالي بقى ندخل على الحرف الجديد. بعد الكاف لام. اللام بنعمل خط كده وننزل بيه سنه صغيره لتحت ونعملها لفوق، تقولوا شبه العكاز كده اللي هي الامبريلا كده. تمام. اللام اهي كده تعملي كده بس خالص، سهل خالص. تاني نعمل كده وننزل سنه لتحت ونطلعها لفوق، يبقى دي اسمها لام. لام لام لام. بعد اللام الميم اهو، تروحي تقولوا له اعمل دايره كده من تحت وبعدين شد خط وننزل لتحت، دي ميم، دي اسمها ميم. ميم. نعمل تاني دايره كده لتحت ونشد خط لتحت كده، يبقى دي اسمها حرف الميم. ميم ميم. وهو بيكتبها تاني يقول ميم. خلاص. لام ميم. ندخل على الحرف اللي بعديها. نون.
اهو طبق كده بس نازل لتحت بقى، مش زي الت ولا الب ولا الس، مش زيهم، نازل لتحت، ونحط جواها نقطة. تاني نعملها كده نازلة لتحت، نازل لازم تبقى نازل لتحت يا حبيبي. تمام اهو. ده كده حرف النون. ندخل على حرف اله. اله العيال بقى بتعرف تعمله بطريقتين. ممكن نعمل شرطة كده وتعملي دايرة، وبعد الدايرة دي تروحي تقولي له اعملها كده كأنك بفارد ايديك وعامل ايديك كده على دماغك من فوق. تمام اهي، بيعمل خط كده ويعمل دايرة وبعد كده يقفلها لفوق، يبقى دي اسمها ه ه ه. وممكن كمان ان انت تزودي له المعلومه اكتر، ان انت تزودها له، تقولي له في اله كده في اول الكلمه، وفي ه كده اهو بتتعمل بفيونكه كده، دايره لفوق ودايره لتحت. لو هي صعبه ما تديهالوش دلوقتي، احنا هندوها في مواضع الحروف بعدين. تمام. ادي اله عملناها بالشكل ده او بالشكل ده. وفي اطفال تانية ما شاء الله بتبدا تكتبها بسهوله قوي، اللي هي بتعمل الدايره كده ونصها كده لتحت وبعدين تشد الخط، يبقى عملت النص الدايره من فوق وتروح تعمل الدايره صغننه وتروح تشدها، يبقى دي اسمها حرف اله. نقولها تاني، بتعمل كده اهي، تعمل نص الدايره كده وتعمل الدايره وتروح تشد خط ه. لو هو مش عارف خلاص قولي له اعمل شرط واعمل دايره وبعد الدايره اطلع اعمل دايره، نص دايره لفوق كده، يبقى دي حرف اله. اللي بعديه واو. الواو سهله، الواو بنعملها دايره كده وتنزل تحت السطر يا حبيبي، دايره وتنزل تحت السطر. كل الاطفال بيعرفوا يعملوها، يعني سهله عليهم. قال ده حرف الواو، وتمثلها له بقى بشكل ورده من فوق كده، تقول له بص الورده اهي شكلها حلو ازاي. بعديها تكتبي له بعد الواو يه. اليه لازم برضو بنكتبها له زي حرف الكاف كده، اللي هي في اول الكلمه اللي هي سنه كده ونكتب تحتها نقطتين، او اليه اللي هي كده. دي بتبقى سهله شويه على الاطفال اللي هي الاولانيه، اما التانية بتبقى تقيله شويه. نعملها تاني، بتقولي له كده بتعمل سنه كده وتحط النقطتين من تحت خلاص. اما التانية بتروحي تقولي له اعمل كده زي حرف العين بالظبط وانزل بيها لتحت وبعدين طلعها لفوق حرف الياء. تاني ممكن ما يعرفش يعملها، خلاص تقول له اعمل سنة وسنة وبعدين انزل بيها كده كده وبعدين تك على الحتة دي، يبقى دي اسمها يه. كده احنا خلصنا الحروف بتاعت اللغة العربية. في حرفين تانيين لازم برضو تديهم للأطفال علشان يكونوا هم عارفين، اللي هو لام ألف اللي هي شرطة كده ونعمله خط كده مايل. تاني دي لام ألف ت مربوطة، الت مربوطة اللي هي كده نقطتين ودايرة، دايرة وعليها نقطتين، أو بتقولي له شد خط طلعها لفوق وبعدين اقفلها تحط نقطتين. لام ألف ت مربوطة. ما تنسيش تكتبي له التمرين بتاع كلمة التالي، هنزود عليه كلمة السابق. اكتب السابق والتالي. يعني ايه؟ يعني هتكتبي الحرف في النص، يعني مثلا حرف الجيم الحاء مثلا، اكتب الحرف اللي قبليه واكتب الحرف اللي بعديه. قبل الحاء ايه؟ يقول لك جيم، جيم حاء وبعديها خ، يبقى هو عمل الخطوتين. تعالي نعمل له واحده تانية، حرف الت. يلا اكتب بقى الحرف اللي قبليه. يقولك سهله يا ماما، ها حرف الب وبعد الب ت س. نكمل، اكتبي اللي بعديه حرف الر، الحرف اللي قبليه والحرف اللي بعديه. يبقى قبل حرف الر ذال، ذال ر زين. كمان حرف، يلا نقول مثلا حرف الايه الشين، قبليه ايه وبعديه ايه؟ قبل الشين اختها سين وبعديها صاد.
يبقى احنا كده عملنا التمرين. كلمة تمرينات اللي هي التالي والسابق، بعد كل حرف تكتبي له التمرين ده، بعد كل حرف هتكتبي له التمرين ده. كده احنا خلصنا الحروف الأولى للغة العربية. المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ في مرحلة جديدة، فإن شاء الله كده بإذن الله هتبقى حاجة سهلة عليكي كده وانت بتشرحي لابنك الحاجة اللي هو خدها في الحضانة، وبتطبقيها كمان في البيت بطريقة حلوة. هو هيعرف يتعود ان انت بتشرحي له حاجات بطريقة سلسة، وكمان بتساعديه مع الحضانة. لو وصلت معايا كده لغاية لنهاية الفيديو، تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.